لو ما شفتش الجزء الاول لقصة الثقب الاسود يبقى انت فايتك كتير. القصة بتدور لثقب اسود مجهول بيظهر في المدينة من الوقت للتاني، وبنعرف اللي بيدخل فيه ما بيقدرش يطلع ابدا تاني. المشكلة في مرة بيظهر لكن بشكل اكبر، حرفيا بيبلع الطلاب والمدرسة كلها. بعد ما بيصحوا بيلاقوا نفسهم جوه عالم تاني، مش هي دي المدرسة بتاعتهم اللي هم عارفينها. المدرس بيحاول يطمنهم وبيطلع بره علشان يطلب المساعدة، لكن المشكلة ان ما بيلاقيش شبكة، والمشكلة الاكبر اللي بيلاقي فيه شخص وراه، وبتطلع بنت لكن بتكون شكلها غريب، ومرة واحدة بتزعق فيه وبتقول له انت ليه طلعت من بره الفصل والحصة شغالة، وبتقطع دماغه بايديها الحادة. الطلاب كلهم بيتصدموا وبيلاقوها بتغني وهي ماشية، وبيحصل توتر وخوف ما بين الطلاب. واحد فيهم بيلاحظ ان الوحش اللي بره ده مجرد قصة خيالية، يعني حاجة كده زي لعنة، وبيحاولوا يعملوا خطة علشان يقدروا يطلعوا من هنا. وفي شخص اسمه سوهان بنعرف اللي عمه دخل الثقب الاسود قبل كده وطلع منه، وهو الناجي الوحيد من الثقب الاسود. وعمه بيقول له شوية معلومات وبيقولها لاصدقائه، وبيكتشفوا ان ما ينفعش حد يطلع بره الفصل والحصة شغالة، وعلشان كده الوحش قتل المدرس لما لقاه بره والحصة شغالة. وبيقرروا يقسموا بعض المجموعات، وكل مجموعة فيها 4 اشخاص، ولازما يرجعوا الفصل قبل ما الوقت يعدي، ويحاولوا يجمعوا خريطة للمكان كله علشان يقدروا يطلعوا من اللعنة دي. المشكلة اللي هم بيقابلوا اشياء غريبة وكائنات اغرب ومرعبة جدا. وقبل ما نبدأ دي قائمة فيها كل الطلاب، وطبعا بنعرف ان في طالبة ماتت في الجزء الاول. ونبدأ الجزء الثاني بالصلاة على النبي والدعاء لاخواتنا. بيبدأ الجزء الثاني لما بيعرفوا ان الطالبة ماتت بسبب المتنمر، وبيحصل خناق ما بينهم، وبيكونوا مرعوبين وهم سامعين صوت الوحش وهو بيغني. والطالبة التخينة اللي بتكون مع فريق المتنمر بتقول اللي هي مش عاوزة تكون معاه، فالطالبة اللي من فريق دويان بتقرر تبدل معاها الفريق، وكل المجموعات بتبدأ رحلتهم. نرجع بقى لفريق سوهان اللي عمه هرب من الثقب الاسود، ومرة واحدة بيحسوا بحرارة عالية جدا وما بيكونوش قادرين يتحركوا من كمية الحر. وواحدة فيهم بتطلب اللي هم يرجعوا علشان ما بتكونش قادرة تكمل، فبيقرروا يرجعوا. لكن واحد من المجموعة بيلاحظ صوت وراه، فبيبص وبيقول لهم انتظروا، وبيمشي ناحية الصوت وبيطلبوا منه اللي هو يرجع. فبيبص وبيحس ان الحرارة جاية من الممر ده، فبيمسك ازازة وبيرميها، وهنا بتكون الصدمة. بيلاقوا الازازة واقعة في مادة غريبة، تحس ان المادة دي ناتجة عن سيحان شيء ما. المشكلة اللي سوهان بيلاحظ حاجة فوق السقف، ولما بينور بالتليفون بيلاقي اشكال كتيرة على شكل ارواح بشر. المشكلة ان الطالب التاني بيلاقي نور في اخر ممر، فالبنت بتقرر تعمل معاه تحدي وبترمي الازازة وبتجري وراها، وسوهان ما بيلحقش يقول لهم على شكل الارواح اللي فوق. المشكلة لما بيوصلوا لاخر الطرقة هنا بتكون الصدمة، بيلاقوا كائن غريب واقف، يكون شخص لابس بالطو تحس اللي هو شغال في معمل، وبنعرف اللي هو جاية من عنده الحرارة. نرجع بقى لسوهان والبنت التانية اللي كانت بتسأل سوهان انت كنت بتناديهم ليه، فبينور فوق وبتتصدم. بيتوقع سوهان ان ارواح البشر اللي فوق دي هي المادة اللي كانت متسيحة على الارض. نرجع بقى ليهم اللي بيكونوا مصدومين من شكل الوحش ومش عارفين يتصرفوا ازاي، فالولد بيقرر يحدف عليه العصاية ويطلع يجري. لكن هنا بتكون الصدمة، بنلاقي الوحش بيشاور عليه ومرة واحدة بيقف. الولد بيتفزع وبيلاقي ان في قوة غريبة بتسحبه، بيحاول يطلب المساعدة من البنت لكن بيوقعها. البنت بتبص وبتلاقيه طاير، ما بتكونش عارفة تساعده ازاي، وبتكون خايفة لحسن تكون مصيرها زي مصيره. سوهان والبنت بيسمعوا صوت صراخ الولد، البنت بتقرر تروح تنقذه، لكن سوهان بيقول لها ان الموضوع خطير، شكل الارواح وصراخ الولد ما تبشرش بالخير ابدا. لكن البنت ما بتهتمش وبرضه بتروح علشان تنقذ اصدقائها. الوحش بيبلع الطالب وهو حي، بيحطه في انبوبة المعمل وبيولع النار. طبعا بيكون مرعوب جدا وبيعرف ان خلاص كده بيتشوي حرفيا وروحه بتطلع فوق. وطبعا الروح دي اللي شافها سوهان في الاول، وبينزل من الوحش مادة سيحان الجلد بتاعه. البنت بتكون مصدومة وبتعيط على
صديقها. بتبص جنبها بتلاقي صديقتها التانية بتحاول تطلب النجدة منها، لكن بتحاول ما تطلعش صوت علشان الوحش ما يلاحظش وجودها. مرة واحدة بيجي سوهان وبيقول لها قومي اقفي، فبتقف وبتلاحظ ان الوحش بيقدم عليها، فبتترعب وبتقول لهم اعمل ايه؟ فسوهان بيقول لها توقفي عن البكاء واستعملي عقلك، افتكري الوحش ده هجم على صديقنا ليه؟ عمل ايه خلى الوحش يهجم عليه؟ المشكلة اللي هي ما بتتذكرش حاجة وبتكون مرعوبة. وسوهان بيلاحظ ان فاضل ربع ساعة والوقت يخلص والوحش يجي، فبيقرر ياخد البنت ويهرب، لكن البنت بتتعصب وبتقول له اللي لسه فاضل امل علشان نساعدها. فسوهان بيتعصب وبيروح لها بيقول لها حاولي تفتكري الوحش هجم على صديقنا ليه، حاولي تتذكري اي حاجة. وبالفعل بتفتكر لما صديقها هجم عليه بالمقشة، فبتتوقع ان الوحش ده بيهجم اي شخص بيهجم عليه، يعني لو مشيت عادي مش هيحصل لي حاجة، فبتقرر تمشي ببطء من غير اما تهجم على الوحش. وبالفعل بتبدأ تتحرك بكل هدوء وبيفرحوا ان الموضوع نجح واخيرا هتهرب. لكن هنا بتكون الصدمة، مرة واحدة الوحش بيسحبها، صديقتها بتتحرك بسرعة وبتحاول تمسك ايديها وما بنعرفش ايه اللي حصل معاهم. كل معلوماتنا عن الفريق ده ان في شخص اتحرق منهم. نرجع بقى لفريق المتنمرين، اللي مرة واحدة البنت بتلاحظ حاجة غريبة في الجدار، تحس اللي هو مش مظبوط او متكعور بطريقة غريبة، فبينادوا عليها علشان يروحوا الفصل، فبتقرر ما تهتمش بالموضوع وتروح معاهم. نرجع بقى لفريق دويان اللي بيفضلوا ماشيين في طريق مكعور برضه، واخر ما بيزهقوا بيقرروا يذهبوا الى الفصل. المشكلة لما بيذهبوا الفصل ما بيلاقوش غير فريق واحد واللي هو المتنمرين. بنتساءل ايه اللي حصل لفريق سوهان بعد ما الشخص ده اتشوه، هل البنت اللي الوحش خدها ماتت ولا تم انقاذها؟ وايه اللي حصل لفريق الطالب الذكي؟ نرجع بقى لفريق الطالب الذكي اللي بيفضلوا ماشيين في طريق طويل جدا وهم قاعدين يرسموا الخريطة، وبيلاقوا ابواب كتيرة ما بيقدروش يدخلوها فبيعملوا عليها اكس. ومرة واحدة الطالب الذكي بيلاحظ ان الجدار منفوخ، فبيشاور علشان يعرف اصدقائه، وبيفتكر كلام دويون لما قال له ان في ايد عملاقة كانت بتمسك الجدار وبتحوله لورقة، وساعتها دويان قال لهم اياكم حد يطلع صوت علشان ما يتحولش الرسمة، فبيقرروا يكملوا طريقهم لكن بدون صوت. وبالفعل بتنجح خطتهم، لكن مرة واحدة بنلاقي كورة بتترمي عليهم، وبنلاحظ ان الكورة دي بتكون عندها بق وعين، تحس اللي هي برضو متصابة باللعنة او وحش، ومرة واحدة بتعمل صوت عليهم. طبعا بيتخضوا والايد العملاقة بتتحرك ناحية الصوت، بتعمل عليهم موجة اللي شفناها مع دويان. الشخص اللي دراعه متجبس بيقول ان في باب هنا الكل يدخله في اسرع وقت. المشكلة الكل بيدخلوا ما عدا الطالب الذكي، ولحسن الحظ بيدخل وبيقفلوا الباب وراه. بيستغربوا جدا من الكورة الغريبة دي وبيتساءلوا هي الكورة دي جات منين. المشكلة اللي بيبصوا وراهم بيلاقوا نفسهم في ملعب المدرسة، لكن برضو بيكون شكله مختلف، مش هو ده ملعبهم اللي يعرفوه. فالبنت ام شعر احمر بتتوقع ان الوحش مشي، فبيقرروا يرجعوا تاني علشان ما يعرفوش ايه اللي مستنيهم في المكان ده. لكن هنا بتكون الصدمة، الباب بيكون مقفول وما بيرضاش يفتح. الطالب ابو دراع مكسور بيقول له وسع كده وبيضربه بالرجل، لكن برضو ما بيرضاش يفتح. فالطالب الذكي بيتوتر وبيعرف اللي هم لازما يدخلوا في المكان المجهول ده علشان يلاقوا مخرج اخر، وبيبدأ يخاف ويتوتر علشان يمكن يلاقوا وحوش جديدة، وبيكملوا طريقهم للمجهول. لكن المشكلة اللي هم بيلاقوا جثث لطلاب بدون رؤوس، فطبعا بيتصدموا وبيتساءلوا هو مين اللي عمل كده فيهم. ومرة واحدة بيسمعوا حد بيصفر ودويان بينور عليه، وهنا بتكون الصدمة، بيلاقوا وحش معاه صفارة وشكله مرعب، ومرة واحدة بيمسك راس لطالب وبيرميها عليهم، يعني ده معناه اللي هو اللي قتل الطلاب دولت وخلع رؤوسهم. والمشكلة الأكبر إن الراس دي بتتحول لشكل كورة، يعني ده معناه إن الكورة اللي شافوها بره دي كانت مجرد طالب. الطفلة لما بتعرف ده بتتصدم وبتخاف، لكن ام شعر أحمر بتحاول تطمنها وبتقول لها إن كل حاجة هتكون كويسة. والطالب
الذكي بيقول ان محدش يتحرك، يمكن هي دي الطريقة الوحيدة للنجاة. المشكلة ان الكورة بتهجم عليه، فالطالب ابو دراع مكسور بينقذه في اخر لحظة وبيتأسف له اللي هو عوره. والطالب الذكي بيبص على الوحش وبيكون مرعوب جدا منه، ومرة واحدة الوحش بيصفر بصوت عالي بيؤمر كل الكور اللي في المكان تهجم عليهم. وفي كورة كانت وراهم ورايحة تهجم على ام شعر احمر، لكن الطفلة بتساعدها. وابو دراع مكسور بيقول لو احنا فضلنا في مكاننا هنموت، وبيقول لازم نتحرك في المجهول علشان نلاقي مخرج. وبيبدأوا يتحركوا وهم بيقاتلوا الكور بتجلهم حرفيا من كل ناحية. الوحش اخر ما بيزهق منهم بيقرر يزق عليهم الجدران الطويلة دي، طبعا بيلاحظوا ده وبيقرروا يجروا اسرع. وام شعر احمر بتلاحظ باب الخروج، فالطالب الذكي بيفرح وبيبدأ يتفائل تاني، لكن المشكلة اللي برضو بيكون مقفول. بيبص وراهم بيلاقوا كل الجدران وقعت وبيتوقعوا ان الوحش مات، لكن هنا بتكون الصدمة. بنلاقي الوحش بيقوم تاني وبيبتسم ولا كأنه حصل له حاجة. بيعرفوا اللي هما لازما يقتلوه. الطالب الذكي بيفقد الامل تاني، بيبدأ يحدف عليهم الكور اللي على شكل رؤوس، لكن الطالب ابو ايد مكسورة بيصد كورة. الطالب الذكي بيجيله شعور بفقدان الامل، بيعرف ان كلهم هيموتوا، ما بيكونش قادر يتحرك وينقذ اصدقائه. لكن مرة واحدة بيسمع صوت فتح الباب وبيفتح عليهم طلاب جداد خالص، بنعرف اللي هم مش معاهم في الفصل. كلهم بيستغربوا من الطلاب الجداد دول، لكن هنا بتكون الصدمة. ام شعر احمر بتحس ان في حاجة عضت في رجليها، بتيجي تبص وبتلاقي الكورة ماسكة في رجليها. الوحش بيبتسم وبيشاور عليها، وهي بتعرف ان هي هتتحول لكورة زيهم. بتبدأ تتحول تدريجيا وخلاص كده هي يعتبر ماتت. الطفلة لما بتبص على صديقتها بتتصدم، بتزعل عليها جدا وبتروح علشان تنقذها، لكن بتزقها. بتبص عليها وكأنها بتقول لها ان فات الاوان، خلاص كده مصير يتحدد بالموت. بيقفلوا عليها الباب وبيسيبوها لوحدها. الطالب الذكي بيكون لسه ما فاقش من الصدمة، بيلاقي الطفلة بتعيط وابو دراع مكسور ما بيكونش مصدق. بيسأل نفسه ازاي انا قائد للمجموعة وانا بالضعف ده. بيحس بالذنب وبيقرر يخنق نفسه، لكن بيحاولوا يوقفوه على اللي هو بيعمله ده. وبكده بتكون ماتت ام شعر احمر، وبيجروا قبل ما الوقت يخلص اللي بيكون فاضل حوالي 10 دقايق. فطبعا علشان بعدوا عن فصلهم مش هيقدروا يرجعوا كل المسافة دي، فبيقرروا يروحوا لطلاب الفصل الجداد اللي بنعرف اللي هم اكبر منهم بسنة. نرجع بقى لدويان اللي كان بيكلم صديقته سيون، وكانت بتقول له اللي هي لقت جدار كان شكله غريب وكان سخن. المشكلة ان الطالبة التخينة بتبص عليهم وبتلاقيهم متجمعين مع بعض، فبتتعصب اللي هي ما عندهاش اصدقاء، فبتقرر تاخد سلاح وتدافع بيه عن نفسها، وبتقول اللي هي مش محتاجة اصدقاء هتكمل لوحدها. ودويان كان قاعد مع صديقه التخين وبيتساءل هو اخته عايشة ولا ماتت. من ساعة اما كانت قاعدة وشافت المدرسة وهي بتتبلع ما ظهرتش تاني، فصديقه التخين بيحاول يتفائل وبيقول له اكيد عايشة. المشكلة ان الوقت بيخلص والمفروض كل فرقة تطلع بره علشان تكمل رحلتها، لكن دويان بيستغرب ان باقي الفرق اصلا ما جاتش علشان نعمل الرحلة اللي جاية. ودويان بيقرر يطلع بره مش علشان يكملوا رحلتهم، لا علشان يبحثوا على اصدقائهم. وبس كده بيخلص الجزء الثاني. ويا جماعة عاوز اوضح بس فكرة بسيطة، اي مؤلف عامة بينزل فصل كل اسبوع تقريبا، فلما مؤلف القصة دي ينزل منها كام فصل على طول بعمل الفيديو وبنزله، فلو اتأخرت عليكم يبقى ده مش مني انا، ده علشان القصة جديدة ولسه مش مكتملة. وبرضو نفس الكلام في قصة الوجه السعيد. فقبل ما تقفل الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك، واهم حاجة تصلي على النبي وتدعي دعوة لاخواتنا.